ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكري، وذكر الله تعالى في جميع الأبواب، اللي أعرض عن الصلاة، أعرض عن الصيام، ما زكاش المال ديالو، ما بغاش يحج، ما مساليش الحج، ما وقفش على الحدود ديال الله تعالى، أعرض عن ذكري، اش كيدير لي الله تعالى؟ فإن له معيشة ضنكا. معيشة نحسة. إنسان كنشوفو لاباس عليه كنقولو هو تبارك الله فلان عنده، ولكن الله تعالى دار لي معيشة ضنكا. يبات يحسب، يضل يجري من مشروع لمشروع، من لوزين لوزين، من تجارة لتجارة، ما يحكش راسو، ما ياكلش في خاطره، ما يلقاش الراحة. ملي كيجي للدار كيلقى ولادو الفتنة الثانية، هذا مشدود في الحبس، هذا شدو كيشرب الشراب، هذا تعدى على بنت فلان، هذا دار، يضل كاع الليل هو يجري في المحاكم. النهار هو في الدنيا يجري ما يعقل، وفي الليل راه في المشاكل ديال ولادو، جوج الفتن سلطهم عليه الله تعالى. معيشة ضنكا هذه في الدنيا. علاش؟ لأنه بغى الدنيا، نسى الله سبحانه وتعالى، نسى أن الحق قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المؤذن كيقول الله أكبر، هو كيقول الدرهم أكبر، ما عنده غير بالصلاة، خاصو المال، هذا المال اللي كاع كنجريو عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا أن يوم القيامة لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس. اسمع، أنا ما كندويش معكم دابا، أنا كندوي مع راسي، أنا غنسول راسي الآن، ولكن يكون لي يسول راسو. عرفوا بأن رجليكم ما غاديش تحيد من قدام الله تعالى حتى يسولكم على 5 الأمور. أحسن تلقى لها الجواب هنا أحسن من يوم القيامة. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. سول راسك هنا. الأولى غادي يسولك عليها الله تعالى عن شبابه فيما أبلاه. أول سؤال يسولك الله تعالى: الشباب ديالك فين بليتيه؟ بليتيه في السكرة، بليتيه في الفساد، بليتيه في طلب الدنيا وطلب الحرام، ولا بليتيه في قراءة القرآن، ولا بليتيه في الصلاة، ولا بليتيه في العلم؟ فين بليتيه الشباب ديالك؟ السؤال الثاني: وعن عمره فيما أفناه، كيف بليتي العمر ديالك؟ طيب الشباب ضليتي، أرى مر 40 سنة، اش درتي؟ تبتي الله تعالى، رجعتي للطريق، ولا بقيتي غادي على اللعبية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد كيقول لنا: من بلغ 40 سنة ولم يغلب خيره على شره فليجهز نفسه للنار. الرجل لو وصل 40 سنة والخير ديالو باقي ما غلبش على الشر ديالو، قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع حويجاته ويجد راسو لجهنم. علاش؟ لأن 40 سنة هي الثلثين ديال العمر دازت، باقي لك 20 سنة إلا كمل الله العمر، اش غدير فيها؟ إلا ما دخلتيش لهاد 20 سنة الأخيرة بالتوبة فوجد راسك إلى جهنم والعياذ بالله. طيب السؤال الثالث: وعن علمه ماذا صنع به؟ يسولك الله على الشباب، على العمر، على العلم. شحال وانا كنتكلم قدامكم وكتسمعوا لي؟ هذا علم. هادشي اللي كنقول حجة عليكم يوم القيامة. الله تعالى غادي يوقف كل واحد منكم وغادي يقول لكم: ودي صيفط لكم واحد السيد في العام فلان فلاني، وقال وتكلم. شكون اللي صغى لي؟ شكون اللي سمع ذاك الكلام اللي كيقول؟ شكون اللي يعمل به؟ شكون اللي يطبقه؟ هذا علم. ماشي حتى يكون عندك العلم الكثير، لا، غادي يسولك الله تعالى على آية واحدة إلا عرفتيها. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية واحدة إلا فهمتي المعنى ديالها كتولي مسؤول بها إلى يوم القيامة، وما ينفعكش العذر أمام الله تعالى.